رايك ان البعض بيراهن على ان الجيل الجديد اللي النهارده ممكن يبقى عنده 10 سنين 12 سنه يعني هيكبر وهو مرتبط بقى بكل ما هو الكتروني، على اعتبار ان هو اتربى متاسس كده، هو متاسس كده فدي دلوقتي. في مزج هيحصل في الطريق، يعني في الرحله في شويه مزج وبعدين شويه هو يرجع للورقي. هو هيبقى لا مش هيرجع للورقي، لان الورقي هتبقى اسعاره بقت في السماء. انا مش عارفه احنا هنعمل ايه كمان 5 سنين. انت عارفه مفيش مش عارفة شايفين يعني كمان 5 سنين ممكن الوضع الورقي يبقى عامل ازاي. لا بس انا على فكره اول ما ابتديت في النشر كانوا بيقولوا ان الكتاب الورقي سينقرض بعد 10 سنوات وسيحتل الالكتروني. كنت بسمع الكلام ده في ندوات كتيره لحد دلوقتي الحمد لله. ومعلش انا بشوف اطفال بيجوا لي 11 سنه و12 سنه و13 سنه، في شريحه من الاطفال بتيجي 11 12 سنه بيجوا لي كده. انا بنتي في البيت عندي مكتبه زي دي، فهي اتعودت ان في كتب. هو الموضوع مش احنا بنربي ولادنا على ايه. يعني انا بشوف لحد دلوقتي بييجوا ياخدوا كتب لاولادهم، هل ده يناسب ابني يبتدي يقرا بيه كده. طيب هديكم بقى فرصه تاريخيه ان احنا يبقى معانا كده ايه مصباح علاء الدين، وترجعوا كناشرين في فتره الستينات السبعينات. عندكم بقى يعني شوفوا بقى عندكم مين ومين ومين ومين، كل واحد يختار له بقى ايه حد هيتعاقد معاه. ما المشكله ان احنا لو كنت حد يبقى متعاقد اوريدي دلوقتي ما قدرناش ثانيه. احنا كده لا احنا كده بناخد من زمايلنا. لا احلموا بقى. ده في حاجات مهمه كتير جدا لسه لا في ناس كتير طبعا. لا ما احنا رجعنا الزمن نفسه، مش هنرجع مش هندور ده هنرجع. لا انا ما انا فاهمه. هتلاقي لا انا فاهمه يعني هتجري ورا مين لغايه ما يتعاقد. شوف انا اجري ورا لويس عوض. ايوه يا سلام. واجري ولو ان ده مش يعني اجري ورا زكي نجيب محمود طبعا يهمني جدا جدا. وفي الكتاب كتير، بس يعني طبعا كان نفسي اتمم العقد بيني وبين محمود عوض. طبعا اتكلمت معاه فعلا وكنت هعيد كتبه. محمود عوض جميل الرائع جميل طبعا، وكتبه جميله جدا على روحه. وانت يا ريم؟ نجيب محفوظ. نجيب محفوظ جات على برضه. ولما اخذ النوبل احنا كلنا انبهرنا، يعني كانت حاجه بالنسبه لنا عظيمه. ان شاء الله اللي جاي اجمل. ان شاء الله. بشكركم جدا، شكرا جزيلا. انا اللي بشكرك وبشكر على فكره بقى، انا من زمان جدا نفسي اطلع معاك. ده برزق. لانه الاسم نفسه بتاع البرنامج جميل قوي قوي. وعايزه اقول لك قبل ما نختم انه النشر ده فتح لي ابواب رزق كتيره جدا جدا. والرزق مش بس في الفلوس، يعني الحمد لله الفلوس كويسه وكل حاجه، الحمد لله. بس البشر الحمد لله، انك يبقى عندك ناس بتحبك ومؤمنه بيك واصدقائك من المحيط للخليج، دي نعمه كبيره جدا. جميل جميل. ويا رب اللي جاي احلى ان شاء الله. ميرسي جدا. اشكرك. الناشرات الجدد في صناعة الكتب في مصر بيمنحنا قبلة الحياة للكتاب. كل فكرة جديدة، كل خطوة مختلفة، كل ابتكار، كل رحلة، كل نقطة حبر، عشان تفضل القاهرة صاحبة السعادة في عالم النشر.